رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. السلام عليكم يا احلى ناس، معاكم فيديو جديد من وصفات اقتصاديه. في فيديو النهارده هعمل لكم فطار ليوم كامل في رمضان. اول حاجه انا هخش في الموضوع على طول. اول حاجه معايا كيلو اللحمه. ده كيلو اللحمه حطيته كده في الحله، وطبعا مش شغاله تحت النار زي ما انتم شايفين. طبعا انتم ملاحظين ان اللحمه بتاعتي النهارده يعني سمينه شويه، فانا سبتها كده شويه على النار لما خدت حراره كده، وبدات ان هي تطلع معايا بقى دخان كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. وبعدين هبتدي انزل على طول عليها بالتوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا سبتها كده شويه، بدأ الدخان يطلع وريحتها تطلع كده، فخلاص هي كده بالنسبه لي تمام. اللي هعمله بعد كده بكل بساطه ورق لورا. طبعا اي حاجه بقولها فهي مهمه جدا جدا، انا حاطه الحاجات الاساسيه جدا، فورق اللورا من الحاجات المهمه جدا. تمام. بالنسبة بقى للكمية أنا بحب أكتر شوية في ورق اللورا، ممكن حضرتك تقللي شوية أو تزودي زي ما أنا حاطة كده. وحباية مستكة أو حبهان، أنا هنا ضفت حبهان. في ناس ما بتحبش لا الحبهان ولا المستكة، فخلاص اتس اوكي، استغنوا عنهم تمام. عايزاكي بقى تنزلي تكتبي في التعليقات كده طبختي ايه في أول يوم رمضان. طيب بعد كده هنزل ببصلة، زي ما انتوا شايفين كده، هي مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، يعني بصلة حجم وسط كده. طبعا كمية البصل انا طبعا الاول حطيت فلفل اسود. فلفل اسود قد ايه؟ يعني معلقة كده من الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين، ووزعتها بالتساوي علشان الطعم يطلع مظبوط. ادي البصلة اللي انا حطاها، خدوا بالكم كويس من المقاس. ويلا بينا على الحلة التانية. هنا بقى انا جبت اللوبيا، عفوا الفاصوليا. الفاصوليا بتاعتي دي كانت عبارة عن ربع كيلو فاصوليا، وحطيتها على نار هادية زي ما انتوا شايفين علشان خاطر تتسلق عبال ما اللحمة تحمر زي ما انتوا شايفين. طبعا اللحمة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي هي الكيلو بتاعي، وانا ابتدي اقلبه على الجنب التاني، يعني هي خدت لون كده من تحت. انا بشوح اللحمة. العملية اللي انا بعملها دي اسمها تشويح اللحمة، فانا بشوح اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى تطلع بقى كل الحاجات اللي فيها وريحتها تبان اكتر في العملية دي. طبعا انا حطيت التوابل في الاول علشان تظهر. تمام، يعني لما نحط التوابل في الاول ريحتها بتبان وطعمها بيبقى في اللحمة اكتر. فاهمين ازاي؟ عايزه اقولك بقى لو لسه مشتركتيش في القناه فخدي لفه في القناه كده واكيد هتعجبك وهتشتركي في القناه. متنسيليش كمان باللايك الجميل بتاعكم. ويلا بينا نكمل. هي كده تمام. فهنزل كده بالميه، الميه تكون مغطيه اللحمه. طبعا دي بتختلف من كميه للتانية، انا الميه بتاعتي عايزاها تغطي وش اللحمه زي ما انا حطيت كده بالظبط. وبعدين هقفل عليها النار واسيبها خالص لحد ما تستوي، هشوفها كل شويه. طبعا انا كنت معلقه على الرز، فروحت كده القي نظره عليه لقيته عايز كده يتقلب، فقلت اقلبه. آه قلبت الرز كده ما شاء الله مفلفل وجميل جدا. طبعا يا جماعة أنا النهاردة بعمل معاكم فطار كامل، يعني بعمل معاكم الرز وفاصوليا واللحمة، وهنعملها كده بطريقة جميلة. فهو زي ما قلت لكم كده فطار كامل. طيب الرز خلاص، انا ما حبيتش اعمل الرز عشان ما اطولش الفيديو. انا حابه كده الفيديو يكون قصير ويكون غني ودسم كده بالمعلومات. فيلا بينا نشوف اللحمه. انا هنا اللحمه بتاعتي شايفين بقى بدات ان هي تطلع الدهن اللي فيها ازاي، او الدسامه يكون، لان اللحمه بتاعتي ما شاء الله عليها دسمه شويه. طبعا انا بقلب كده. طيب انا ما ضفتش الملح لحد دلوقتي، خليكم فاكرين. في حلة تانية وهنزل بالزيت. طبعا هنزل بالكمية اللي شايفينها دي علشان خاطر ابتدي بقى اجهز للفاصوليا. الفاصوليا بتاعتي هتعرفيها ازاي، هتمسكيها وتضغطي عليها، لو تمام يبقى خلاص اتسلقت، لو لسه جامدة يبقى لسه ما اتسلقتش، تسيبيها كمان شوية. واهم حاجة تكون على نار هادية علشان متتحرقش منك. اذا نشفت المية بتاعتها ولسه ما استوتش فزودي لها شوية مية، بس زوديهم سخنين علشان يبقى الموضوع اسرع. تمام. انا هنا بقى ببصلايه كبيره كده قطعتها قطع صغيره، وبعدين هحمرها علشان خاطر اعمل التقليه بتاعه الفاصوليا. تمام كده. طيب انا عايزه اللون بتاعها زي ما انتم شايفين كده مش محمر قوي، ولكن واخد تشويحه جميله كده. هنزل عليهم بكميه من صلصه الطماطم. الكميه قد ايه؟ قولي نص كيلو من صلصه الطماطم. حلو كده.
هتبقى الكمية دي مظبوطة جدا على كمية الفاصوليا اللي احنا حاطينها. هنزل بالتوابل وهي معلقة من الفلفل الاسود، وهنزل كمان عليها بمعلقة كده من البهارات بتاعة اللحمة. تمام، طبعا دي اختيارية، وكمان شوية من الكمون. تمام، يبقى فلفل اسود وكمون وبهارات لحمة. وطبعا اهم حاجة عشان الحدقية بتاعتها هنضيف الملح. الملح قد ايه؟ كمية انتوا شايفينها دي، متحتاجش ملح كتير ولا حاجة. هنزل كده، شايفين بقى لما اتسلقت معايا نفشت كده وحجمها تضاعف، لان ده طبيعي يا جماعة، هي بتشرب مية وكده من السلق. ابتدي بقى احطها واقلبها كويس واسيبها لحد ما تتشرب من بعضها كويس قوي، واروح اشوف اللحمة عملت ايه. شايفين انا طبعا اول ما اللحمة بتاعتي بتغلي بغطي عليها. هنا زودنا الكمية بالشوربة، وهنقل بقى شوية من اللحمة في قلب الفاصوليا. هعملهم نصين، لان في ناس بتحب النص كده وفي ناس بتحب كده. طبعا لو انتي بتحبي ان هي كلها تبقى في التقلية كده بتاعة الفاصوليا وتبقى طبق واحد، بيبقى طعمها جميل جدا وخرافة، وانا جربتها عن نفسي عجبتني جدا جدا. عايزة تعمليها في الشوربة عادي جدا، مفيش اي مشكلة، دي كلها اذواق. فانا جبت كده كام حته حطيتهم في الفاصوليا، ما جبتش كله يعني، سبت كده كام حته برضو في الشوربه، وزودت بقى الكميه شوربه، يعني كام مغرفه كده مش كتير برضو. يعني انا بضيف الشوربه دلوقتي هدفي ان انا اغطس اللحمه دي في الشوربه بالفاصوليا كده علشان تستوي برضو، تاخد معاها كده. طبعا هي اللحمه كانت اوريدي خلاص قربت تستوي، يعني خلاص كان لسه لها دقايق بسيطه جدا. فقلت خلاص انا هنقل واسيب شويه الكمية دي، اسيبها شوية مع الفاصوليا عشان تاخد منها وياخدوا كده من بعض ويبقى طعمهم حلو. ولاني ما ضفتش ملح كفاية نزلت كده بنص معلقة كبيرة من الملح. تمام، ومعايا تركة النهاردة ان الملح يا جماعة ما بيتضافش الا بعد ما خلاص قربت تستوي. لا ليه بقى؟ علشان الملح بيأخر سواها شوية، فانا ببقى عايزاها تستوي بسرعة، فخلاص بقول الملح لسه بعد ما تقرب تستوي. تمام كده، دي تركة مهمة جدا هتفرق معاكي في كل الاكل بقى، في كل الاكل الملح بيأخر السوا شوية. طبعا هنا خلاص خدوا الوقت بتاعهم، ما عادوش كتير، هم 5 دقايق بالظبط، وبدات اغرف. شايفين بقى ريحتهم كانت تجنن، يعني مش عايزه اقول لكم. انا هنا حطيتها كنت عايزه اكلهم وانا واقفه بقى اغرف رز معاكم برضو، ما شاء الله رز مفلفل وجميل. لو عايزه بقى طريقه الرز ممكن انزلك فيديو شورتس كده عن طريقه الرز. وبرضو اللحمه انا ضفت لها يا جماعه ملح، نزلت كده بمعلقه كبيره من الملح في اللحمه بتاعتي. شايفين بقى ما شاء الله شكلهم مشهي جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حاجه كده صنعت بحب فعلا. مش عايزاكم بقى تنسوني بعد كل التعب ده، مش عايزاكم تنسوني باللايك الجميل والاشتراك والتعليق الحلو. قولوا لي بس رأيكم كان ايه. جربوها وبجد بجد بجد مش هتبطلوها، لانكم حرفيا هتدمنوها. فبس كده، ده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في فيديوهات كتير جاية على القناة. بس كده، سلام.